صباح الخير، كيف الحال؟ احنا قفلنا الباب دلوقتي، مش عارف افتحه، لازم مرات تفتح لنا الباب. ثواني بس نقفل الشباك عشان النهارده انا محتاجكم في قصه مهمه جدا. صلي على رسول الله. اولا عارف ان الفيديو متاخر، وعارف ان انت خلصت ثانويه عامه، وان انت قاعد ومتضايق، وان انت مش طايق نفسك، ولكن بالراحه صلي على رسول الله. باختصار شديد خالص، اول حاجه ثانويه هي مش نهايه العالم. انا واحد من الناس خلصت ثانويه عامه، جبت 84.5 وكنت نفسي اخش هندسه. على ايامي كان هندسه ب 93 و92 95. ولما انت طبعا مش هتجيب المجموع يقول لك ده ما جابش المجموع، ده ما دخلش هندسه، مش هتبقى مهندس. ولكن خليني اقول لك ان انت خايب او انت خايبه. ليه؟ مش بحبطك كمهندس، بالعكس انا راجل مهندس ميكاترونكس ومتخرج وجايب امتياز مع مرتبه الشرف، ومع ذلك مش شغال بالتخصص بتاعي، شغال في حاجة تانية. راجل شغال مترجم، عندي شركة بساعد الطلاب اللي عايز تدرس برا مصر او السياحة. ماشي، لو حد عايز يسافر او الكلام ده كلمني وهساعدك. اوكي مش ده موضوعنا. المهم، فانت اكيد دلوقتي متضايق، وان انت شايف ان خلاص احلامك ما اتحققتش، وان ثانوية عامة والكلام ده، كل الكلام ده على ما فيش. الكلام ده بخ بخ بخ. ليه؟ لو انت فاكر ان الثانوية نهاية العالم، والله العظيم هي مش نهاية العالم. شوف كم عندك احمد ابو زيد، قناة دروس اونلاين. احمد ابو زيد ما شاء الله عليه، خلص هندسة وتخرج كل حاجة، فتح قناة يوتيوب. انا مش بقول لك ان انت ما تسعاش على حلمك، اسعى، ولكن لو ده ما حصلش فخلاص، ده قدر الله، لازم ترضى بقدر ربنا. مش معنى ان انت ما تجيبش المجموع اللي انت عايزه لا خلاص، ولا احلامي اتحقق واحلامي باظت ومش عارفه ايه، ويقول عليا خايب. انت مش خايب، اللي هيقول عليك خايب هو ده اخيب واحد في الدنيا. لان لو مفكر ان حياتك هتتقاس بمجموع او هتتهز بكليه هندسه او طب، فانت كده حرفيا مفيش اي دماغ. لو انت جيت هنا روسيا، او الناس اللي في روسيا تقول لك الكلام ده، هنا في روسيا كليه حقوق، هنا كليه حقوق في روسيا دي كليه قمه. لو انت راجل خش حقوق هنا في روسيا وتخرج من حقوق. هنا حقوق اصعب من طب. فهي القصه مش انا دخلت، مش انا هبقى مهندس ولا انا هبقى دكتور، هي القصه كلها فين؟ ان انا اخش المجال اللي انا هخش فيه، ابقى انا راجل عالمي فيه. ما افكرش دلوقتي في اللي فات، انا افكر في اللي جاي، وابدا احط خطه واثنين وثلاثه. انا لما المجموع ده حصل معايا وانا ما جبتش هندسه، انا زعلت اتضايقت، بس انا في نفس الوقت نقطه مهمه جدا جدا، خليك راضي بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. خليك راضي، واعرف ان رب الخير لا ياتي الا بالخير، وان ربنا شايل لك الخير وعايزك حاجه جميله وحاجه كويسه. انا مثلا يعني انا لو رجع بيا الزمن، والله 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 ما هخش هندسه. واول مره في حياتي اقولها على السوشيال ميديا، لو رجع بيا الزمن مش هخش هندسه، هخش كليه مثلا لغات وترجمه، هخش مثلا ماركتنج، هخش مثلا اعلام صناعه محتوى. الكلام ده ليه؟ اللي انا اكتشفته بعد ما خلصت كل ده، ان انا راجل مش مهندس، انا مش بتاع هندسه، مع اني اتخرجت وجبت امتياز واشتغلت بالتخصص شويه، بس انا مش شايف ان انا راجل من الاخر مش بتاع مكاتب. بغض النظر ان انا عندي بيت وفي طفل جاي والموضوع صعب، ولكن اللي انا عايز اقوله لك، الثانويه مش نهايه العالم. انت جميل، انت عالمي، انت زي الفل. ابدا من دلوقتي، اقعد مع نفسك، حط خطه، اعرف انت عايز تعمل ايه، وحط بدايل. مش كل اللي دخلوا مهندسين نجحوا، ومش كل اللي بقوا دكاترة نجحوا. الأهم إن أنت التخصص اللي أنت تبقى فيه تنجح فيه. أنا مثلا عن نفسي، بعد ما خلصت هندسة، اللي هو أنا مش لاقي نفسي في المجال ومش عايز أشتغل بيه وكده. مهما كان المجال اللي هتخشه انت هتبقى عالمي فيه، المهم ان انت تثبت نفسك. ماشي، دلوقتي في اكتر من مجالات بتدخل فلوس اكتر من هندسة ومن الطب. لو انت مثلا عندك اتعلمت مثلا الماني، الالماني ده لوحده في الشهر يجيب لك من 30 ل 50 الف جنيه. لو انت اتعلمت الماركتنج، اتعلمت مهارة المونتاج، اتعلمت صناعة المحتوى، كل ده يجيب لك فلوس خرافية. كم من ناس اصلا مش كليات قمة ومعاها ملايين. فمن الاخر ما توقفش حياتك، انت جميل، انت عالمي، انت زي الفل، وانا بحبك. وفي اخر عايز اقول لك حاجة، اعرف ان ربنا لما كان شايف ان ده خير ليك فهو ده الخير ليك. فمش عارف اقول لكم ايه تاني. عايز اقول لك ان انت ما تنساش تعمل فولو ولايك وكومنت وشير للفيديو، وتابعني عشان الفترة الجاية في حاجات عالمية. اوكي، سلام.